السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ دايما تكونوا بخير. هقول لكم النهارده هي فكره بسيطه. وطبعا هننضف بيها البراد او الكاتل اللي احنا بنعمل بيه الشاي. هنا طبعا البراد جبته مليته ميه، وطبعا ده الليمون البايظ عندنا مش هرميه، هقطعه. انا كان عندي 3 ليمونات حطيتهم بعصرهم وبحطهم في البراد او في الكاتل متوفر عندكم، واحط معلقه ملح كبيره وحوالي معلقه خل واحطهم على النار يغلي. البراد او الكاتل لما بيبقى قلبه مش نضيف من جوه بنحط ميه على ليمون على خل على ملح. انا الاول كنت بنضف البراد او الكاتل بتوعي، كنت بنضفهم بميه وملح ليمون. فطبعا الملح الليمون دلوقتي سعره بقى مهول، بقى السعر بتاعه عالي جدا فما بقدرش اجيبه. فطبعا الملح والليمون والخل بيعادل نفس الماده بتاعه الملح الليمون في التنظيف. فاحنا كده عملناه معاكم اهو، وهنحطه على النار يغلي وهتشوفوا بقى التنظيف بتاعه بعد الغليان وهتشوفوه. ولعت النار اهو، احطه نهدي بس كده النار وسط ويغلي براحته، وهتشوفوا بقى قلب البراد وقلب الكاتل بعد ما الميه تغلي بالليمون والملح والخل هتشوفوا شكله. فتغلي ونرجع لكم بقى ان شاء الله.